إذا المنتخب المغربي كما كنت نحكي يواصل تألقه، يواصل كتابة التاريخ يظل في كأس العالم، ويأكد ممكن الإنجاز اللي قدمه في 2022 في قطر. سيف نفس الإنجاز قاعد يقرب النصف النهائي، إعادة نصف نهائي آخر، ولو أنه في ثنيته بشرقة منتخب فرنسي المرشح الأول لحد الآن للبطولة هذه، لكن نشوفه في مغرب أكثر هجومي، مغرب أكثر الاشواء اللي موجودين عند محمد وهبي. البارح السبايري يخرج بعد 25 دقيقة يلقى الحل في رحيمي. أيضا عنده شادي رياض لاكسيال اللي ما لعبش البارح لأنه مش حاضر، كيف يلقى الحل. والأهم من هذا يلقى الحل ما بين شوط أول متوسط وشوط ثاني شفنا فيه تألق كبير للمنتخب المغربي. شوف قبل كل شيء المنتخب المغربي ولا الطموح نتاعو ديما في لي كومبيتيسيون الكبار هذوما، كونه مش المشاركه ولا ديما ولا الطموح نتاعو خلينا نقولوا الادوار نصف النهائي، الدور حتى النهائي، وحتى لي ديكلاراسيون تاع المدرب معناها تفهم برشا حاجات اللي حتى الصحفيين يسالوا فيها على لي زادفرسير، يقول لك مهما كان الادفرسير معناها يلزمني نربح المقابله الجايه ويلزمني نمشي لبعيد. معناها العقليه نتاع المنتخب المغربي والمنتخب المغربي تغيرت الفلسفه نتاعو. صحيح عنده لاعبين ينشطوا في اوروبا وفي اكبر الفرق، راهو اذا كان تقارن مثلا نحطوا مقابله المنتخب المغربي والبرازيل، معناها المنتخب المغربي عنده لاعب في ريال، المنتخب البرازيلي كيف في البي اس جي عندي في البي اس جي، معناها ممكن الفريق كونه من افريقيا لكن هو منتخب عالمي عالمي الحقيقه، وعنده لاعبين زادوا ينشطوا في بطولات عربيه. بونو ينشط في الهلال السعودي، رحيمي ينشط في الامارات، وفما تحس اللي فما لحمه كبيره برشا ما بين المنتخب هذا، وما عادش عنده اشكاليه في تغيير الرسم التكتيكي، في تغيير اللاعبين. يعني مع المدرب هذا اللي عنده فليكسيبيليتي كبيره برشا على المستوى التكتيكي، نشوفوا معناها قاعد يستغل في نقاط القوه نتاع المنتخب المغربي كما رحيم حكيمي الحقيقه معناها مستوى عالي كبير برشا، معناها يعطيك حلول كبيره برشا، ووصل المنتخب المغربي ما عادش عنده اشكاليه كما قلت انت، حتى اذا كان ما عملش شوط اول ممتاز معناها ما دخلش في الدوت، بالعكس هذه تظهر الخدمه نتاع ستاف اللي معاه، وكان اشار ليه المدرب كونه عنده ثلاثه محللين اداء، يعني لقاو الحلول مع ستاف، لقى الحلول، فما لي شانجمون، بدل شويه، ممكن راهو بدل شويه في الرسم التكتيكي، شويه في البلاسمون نتاع اللاعبين، لكن المنتخب المغربي ماناش نشوفوا في حاجه واحده، نشوفوا في تنوع. مثلا مقابله كندا الهدف الاول عن طريق كره ثابته اللي ظاهره معناها فما خدمه الهدف، ويخدم لك على الهجمه السريعه على المرتدات، عنده الكونسيرفاسيون ينجم يعمل الكونسيرفاسيون. معناها المنتخب الحقيقه اني نشوفه اذا كان سهل ربي وتعدى المنتخب الفرنسي عنده حظوظ كبيره الحقيقه، لانه المنتخب الفرنسي معناها في نيفو كبير برشا، وراهو المنتخب المغربي احنا نحكيو على الكات كات دو والوقفه والمدرب، لكن ننساو اللي فما لوجيستيك. انت كي تسمع المنتخب المغربي معناها الماتريال اللي هزوا معاه راهو من احسن ما فما، ديجا كل شيء منظم، كل شيء معناها تسمع المنتخبات احنا مالوريزمون معناها تحز في نفسي اللي كنا حاجات نعملوهم قبل، اللي كان شيف كويزيني يكون موجود، كان كل شيء يحضر. هذا المغرب راهو تعداو البالي هذا ولا ينافسوا حتى الفرق الاوروبيه، وهذا اللي يخلي الفريق يوصل في نيفو عالي، ما عادش يخمم بالحكايات هذوما، ولا ديما الطموح نتاعو راهو معناه ماهوش يطمح برك الكاس افريقيا، ولا يطمح لك في الكوب دي موند، والناس تقول لك هذا جيل معناه ذهبي، عنده جيل وراه زاد جاي كيف الحقيقه. منتخب مغربي عنده المقومات الكل كلاعبين، وكما قلت انت معناها لو بريمي اتاكون نتاعو خرج سير بليسيور في 21 دقيقه لعب، لقى الظاله نتاعو في مهاجم اخر، وعنده مهاجم اخر راهو موجود على بنك الاحتياط، عنده رحيمي، عنده الكعبي، عنده الكعبي. يعني الحقيقه انت حكيت على رحيمي، زاد حكيت على حكيمي.
لكن البارح مالك شفنا توهج لعز الدين أناحي. عز الدين أناحي اللي برشا حكاو عليه بعد كأس العالم الفارطة أنه باش يتألق أكثر ممكن مع الأندية. مرور ما كانش جيد مع مارسيي. في جيرونا سنة ممكن قدم موسم محترم، لكنه من نوع ممكن الملاعبية اللي يعشق البطولات الكبرى. شفناه حتى ضد هولندا شوط الثاني رائع لعز الدين أناحي، والبارح من غير ما نحكيه معناها لقاء كبير يتوج بزوز اهداف حاسمه ضد المنتخب الكندي. وهذه حاجه من القوه لقوات المغرب الحقيقه، وقت اللي تلقى دي مومون ديفيسيل تلقى ياسين بونو في الشوط الاول يعمل لك تروا بارات ديسيزيف يخليك في المباراه. وقت اللي تكون السيتواسيون معناها بلوكي يصير ضد بونو في الشوط الاول يعمل لك تروا بارات ديسيزيف يخليك في المباراه. وقت اللي تكون السيتواسيون معناها بلوكي يصير ضد لو ديبلوكاج من عند اشرف حكيمي بالباسون روتري كيف الأناحي اللي سجل دوبلي وكان هو نجم المباراه واعلى تنقيط اندكس. وقت اللي تضرب لك المهاجم الاول نتاعك تلقى الظله نتاعك في رحيمي اللي يهبط وكان قادر انه يسجل وضرب كره على الترانسفيرسال. معناها كما قال سيف المغرب تلعب لي فاز دو جو الكل، تلعب لو جو بوسيسيون، تلعب الهجمات المرتده، تلعب الهجمات السريعه كيف وقت تلقاه في الالتحامات والثنائيات باللي ستاتيستيك تكون هي الاولى. كي نعطيك انا مثلا رقم نقول لك راهو اشرف حكيمي اكثر لاعب يعمل الالتحامات ويفوز بهم. كي نقول لك اشرف حكيمي هو اكثر من لمس الكره في المباراه هذه تفهم اللي اللاعب هذا هو لا لوكوموتيف في المغرب وهو اللي دز صحابه فير لافون. كيف اشرف ابراهيم دياز سامحني افيك دوز اسيست كيف كان هو من نجوم اللقاء وثالث احسن لاعب في الترقيم. المغرب سي ان كوليكتيف اللي يعطي برشا حلول وانديفيدواليتي كبيره برشا. وقت اللي تكون سيتواسيون بلوكي معناه يصير له ديبلوكاج من عند الخنسوس، من عند رحيمي، من عند ملاعبيه بوعدي اللي تحكينا عليه في المباريات الاولانيه اللي قدم في مونديال بالنسبه لي انا ممتاز وباش يكون معناه في الانديه الكبرى بعد الكوب دي موند هذايا. انا المغرب بالنسبه لي انا انديبوندامون باش تلعب كونتر فرنسا الماتش الجاي. وقت اللي نحكيو ونقولوا اللي المغرب بريتوندون او تيتر احسن من احسن 4 فرق في الكوب دي موند هذايا. انا نتمنى انه المغرب يتجاوز عتبه فرنسا على خاطر المغرب ينجم يكون عنده ان كو اجوي باش يحقق التاريخ ويمشي ابعد ما يمكن في الكوب دي موند هذايا. واضح مالك. انت جبت على فرنسا كابتن، حكينا برشا على المنتخب الفرنسي، هجوم ممتع، هجوم قوي برشا، ولكن يدوري باراغواي ما خلاتكش تستمتع البارح بالمنتخب الفرنسي. في البطحه مش برشا انتقادات لطريقه لعب المنتخب باراغواي، لكن في الاخر كابتن يظهر لي بلي موان دو بور انا باش نوقف منتخب كيما فرنسا. تو لي كو سون بيرمي مادام تو لي كو حكم البارح يظهر لي الحكم البارح قال لك تو لي كو سون بيرمي خاطر هو من المفارقات زوز ورق صفر ولا 3 ورق صفر لفرنسا حتى الاخرين حتى صفر ورقه صفر للمنتخب باراغواي. كيفاش شفت اللقاء نتاع البارح؟ ما نحبش نوصفه هكا بكلمه قويه شويه. 30 ثانيه على المغرب 22 مش المغرب 2026. المغرب 22 ديفونس صلبه كت كونتر اتاك زياش نصيري كذا بوفال مغادي نتاع الامر. جاء محمد وهبي كما قلت فما فليكسيبيليتي تكتيك، فما اولاد صغار اللي خذاهم الكوب من فكر جديد اللي ربحوا كاس العالم تحت ال20. انت كي تشوف الليسته ما شيء غريب معناها تاخذ مزراوي راجل اجاكس، بعد اجاكس مشى وين مشى اجاكس بايرن، بعد مشى لك معناها بون من ناحيه كما حطت ليكيب اليوم il devrait assumer leur nouveau statut. المغرب يلزمها تتفاعل مع الوضعيه الجديده في خريطه كره العالم، في خريطه كره العالم الاكثر قل توا اصبحت من الكبار وتلعب مع الكبار واغلب. جيو باريس سان جيرمان على شو على الماتش ولا على باريس سان جيرمان مع فرنسا فرنسا هي بيدها كابتن. لا على حكيمي خاطر حتى نتكلم على حكيمي باريس سان جيرمان باهي كيف شنو باريس سان جيرمان شنو فرنسا هذاك الباهي مع لوساتيور تاع باريس سان جيرمان. شنو نجيو لفرنسا؟ لفرنسا زلاتان قال لك فما عندهم يمتلكوا من 5 أحسن لاعبين في العالم. فرنسا تمتلك 3 اللي هم بابي، ديمبيلي، أوليزي. قالوا له الاثنين الاخرين شكون؟ قال ميسي وبعدين تحبوا تحطوا يامال ولا كريستيانو رونالدو. تعرفوا صعيب ولكن صحيح الناس كل خايفه منها، ولكن عندها حاجه قالك زاده يلزمنا نتفاعلوا مع الديزيكيليبر نتاعنا خاطر يجو اون ديزيكيليبر. كي تلعب انت ب4 نحيت دومي وحطيت اتاكا
خاطر اوليزي كان بعد حتى ورا المهاجم. دونك معناها قال لك احنا اون فا اسيمي ديزيكيليبر، خاطر باش تربح كوب دي موند تماركي اكثر من ادفيرسير، هما يماركيو واحنا نماركيو. هذه فلسفه